السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة إن شاء الله هشارك معاكم وصفة أنا بعملها على طول في بداية كل شهر، لأنها من وصفات التوفير الحقيقي. بتوفر جدا في ميزانية الفطار والعشاء، وكمان هي مغذية ومشبعة جدا ومش مكلفة، اقتصادية في نفس الوقت. فإن شاء الله هشارك معاكم طريقة عمل القرص الطرية بالزيت من غير سمنة خالص، وهنستخدم أي نوع من أنواع الزيت حتى لو كان زيت تموين. هي وصفة اقتصادية سهلة جدا، ومن الوصفات اللي هتوفر جدا في بند الميزانية بتاع الفطار والعشاء، وكمان مشبعة جدا. بس خلينا قبل ما نبدأ الفيديو أقول لكل الأمارات اللي فتحوا الفيديو بتاعي، لو انتي أول مرة بتشوفي قناتي وعجبك الفيديو أتمنى منك انك تنورني بالاشتراك في القناة وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد أنا بقدمه. القرص الطرية من الحاجات اللي أنا باحب جدًا أعملها في بداية كل شهر، لإن هي بصراحة بتنجزني جدًا وبتوفّر عليّا كمان، خاصةً للناس مثلًا اللي هي مش بتجيب العيش بالبطاقة بتاعة التموين. لو أنتِ بتجيبي العيش كده بتشتريه بالفلوس، العيش كده بتجيبيه حُر، بيقولوا عليه كده في الأفران. فأنتِ لو أنتِ استبدلتِ العيش مثلًا في وجبة العشا أو حتى الفطار بقُرص زي دي، أنتِ هتجيبي مثلًا كيلو دقيق واحد بس ب20 جنيه أو ب18 جنيه على حسب أنتِ المكان اللي أنتِ بتجيبي منه. مش هيكلّفِك أي حاجة خالص، هي باكيت واحد بس من الخميرة، كيس من الخميرة الصغير ده، وكوباية من الزيت، وأي نوع من أنواع الزيت هيمشي معاكِ في الوصفة دي. وزي ما أنتم شايفين أنا استخدمت زيت تموين في الوصفة. على فكرة زيت التموين ما لوش أي ريحة خالص، بس يكون جديد، ما يكونش مركون عندِك أو قديم. لأ، زيت التموين على فكرة بيكون في بعض الأزايز بتلاقيها تكون فاتحة، مش غامقة خالص، وبيمشّي معاكِ على فكرة في الوصفات عادي خالص، وما بيدّيش أي ريحة خالص، خالص. فزي ما قُلت لكم هو الوصفة دي من حلاوتها إنِّك أنتِ بتستخدمي أي نوع من أنواع الزيت. أنا استخدمت هنا كيلو من الدقيق، ضِفت عليه معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكمان معلقتين كبار من السكر عشان بس يشغّلوا الخميرة، وكمان هاضيف معلقتين كبار من السمسم. عايزة تضيفي سمسم محمص ماشي، عايزة تضيفيه كده أبيض ماشي، المهم إن أنا حاطاه علشان بيدّي لها طعم، وفي نفس الوقت السمسم فيه كالسيوم، قيمته الغذائية عالية جدًا. فأنا عايزة بقى، أنا باعمل وصفة اقتصادية بس عايزة برضه في نفس الوقت تكون مغذية ومُشبعة. الكيلو الدقيق أنا عملت مقدار كيلو، الكيلو هياخد كوباية واحدة بس من الزيت، وهياخد كمان كوباية واحدة بس من الحليب. مش معنى كده إن أنا هاعمل كيلو بقى في أول الشهر وخلاص، لأ، أنا بادّيكِ مقادير الكيلو، وأنتِ لو أنتِ عايزة تزوّدي تعملي 2 كيلو يبقى هتستخدمي كوبايتين زيت وكوبايتين حليب، وبرضه هتضاعفي كمية الخميرة. فأنتِ لو عايزة تضاعفي الكمية زي ما أنتِ عايزة، فأنا ادّيت لِك الكمية على أساس كيلو. هنا بقى إيه، أول حاجة بعد ما ضِفت الخميرة وضِفت السكر، قلّبت كل المواد الجافة كده مع بعض والسمسم، وبعدين نزلت بكوباية الزيت. فضلت إن أنا أوزّع بإيدي كده الزيت في كل حتّة في الدقيق، حتى لو حسيتِ إن هي بدأت العجينة، هي يعني الدقيق هيتوزّع صحيح، بس هتحسّي إن هي لسه ناشفة شوية. هتبدئي إنِّك أنتِ تحطّي كوباية الحليب، كوباية الحليب عليها، وتبدئي إنِّك تقلّبي كلّه على بعضه كده بالشكل ده لحد ما يدّيكِ عجينة طرية. طبعًا هتعجني فيها كتير، أنا فضلت أعجن فيها وحسّيت حتى إن البولة صغيّرة عليَّ، فرُحت حاطّاها على المفرش، حاطّة العجينة على المفرش، وبدأت كده إن أنا أعجنها كلّها على بعضها علشان تلِم معايا. طبعًا اللبّانة اللي أنا باحط منها دي، أنا بعد ما حطيت كوباية الحليب بدأت إن أنا أزوّد مَيّة، هي كان مطرحها يعني الحليب، فأنا بدأت إن أنا أزوّد مَيّة شوية بشوية. زي ما حضراتكم شايفين كده لحد ما العجينة تلم معايا، برضه زي ما قُلت لكم وارجع أقول لكم تاني، الحاجات دي بلاش نشتريها من برّه خالص، الحاجات دي سهل جدًا إن إحنا نعملها في البيت، مش هتكلفِك أي حاجة. شوفي أنتِ لو أنتِ جبتِ قرص طرية من الأفران، لو أنتِ بيتيها يوم واحد بس بتلاقيها بقت عاملة زي العيش الناشف، ما بتبقاش حلوة أبدًا، وفي نفس الوقت هي غالية على الفاضي. إحنا لو عملناها في البيت هنعملها بطريقة سهلة جدًا واقتصادية زي ما حضراتكم شايفين، مش هتكلفِك أي حاجة. يعني أنتِ لو قمتِ الصبح عملتيها وعجنتيها كده وسبتيها تخمر معاكِ على مهلها كده لحد ما تخلّصي الغدا بتاعِك وخلاص وشطّبتِ المطبخ، تبدئي بعد كده بقى خلاص تكون خمرت، تبدئي إنِّك أنتِ تشكّليها وتخبزيها. فهي فعلًا سهلة وما بتاخدش وقت. بدأت كده إن أنا أعجن فيها زي ما حضراتكم شايفين كده على المفرش السيليكون، هي بس بتحتاج في الأول عجن شوية، لحد ما تلِم بس معاكِ. وبعدين عشان تحطيها في البولة بقى عشان تختمر، لازم تدهني البولة بدهنة كده من الزيت علشان لمّا العجينة بتخمر وبتعلى ما تلزقش في البولة، وبعدين تدوخِك بعد كده وأنتِ بتغسليها. إحنا عايزين نسهّل على نفسنا حتى لو كانت حاجة بسيطة، فإحنا إن شاء الله نسهّلها على نفسنا.
دهنتها كده بالزيت من الجوانب البولة، وكمان دهنت وش العجينة كده بدهنة بسيطة خالص من الزيت كده بإيدي، وبدأت بقى ألبّسها الكيس اللي أنا كنت جايبة فيه الدقيق. هو كان مقدار كده كيلو واحد كده بس من الدقيق. لبّستها الكيس كويس خالص علشان أحكم الغلقة عليها، عشان إيه، الجو طبعًا برّد، فإحنا عايزينها تختمر وفي نفس الوقت تاخد راحتها في الخمران. فلازم تكتمي عنها الهوا خالص. جيت بقى هنا كانت خلاص خمرت معايا وكان عدّى وقت، ودي من برضه هي لازم تخمر مرّتين، مرّة بعد ما تعجنيها ومرّة بعد ما تشكّليها علشان تطلع معاكِ طريّة لإنها معمولة بالزيت. ما أنا مش حاطة لها غير كوباية لبن واحدة بس. وباقي العجن أنا عجنته بالمَيّة عادي خالص، بتزوّدي مَيّة لحد ما العجينة تلِم معاكِ شوية بشوية، طبعًا مقدار المَيّة ما لوش مقدار، لإنِّك أنتِ بتزوّدي شوية بشوية لحد ما تلِم معاكِ، لإن الدقيق كلّه مش زي بعضه. هنا بقى العجينة بعد ما خمرت خلاص، هاوريكم بقى هتنزل معايا من البولة بطريقة سهلة خالص علشان أنا دهنتها بالزيت. لمّا ما كنتش بادهنها بقى كانت بتدوّخني وكانت بتلزق في البولة. يعني للناس اللي لسه بتجرّب إن هي لسه تعملها في البيت أو تعمل المعجنات في البيت، المعجنات سهلة جدًا وجميلة، وأنتِ هتقدري إنِّك أنتِ توفّري بيها في ميزانية الفطار والعشا. هابدأ بقى هنا كده إن أنا أشكّلها، الكيلو الدقيق ده ممكن يعمل لِك 60 قُرصة، بس من القُرص اللي هي الصغيّرة، يعني لو أنتِ عندِك أطفال، لو ولادِك مثلًا لسه صغيّرين في السِن في مرحلة الابتدائي ومرحلة المرحلة اللي قبل كده، لازم تعملي القُرص الصغيّرة، mini صغيّرة خالص. دي هتنجز معاكِ جدًا وهتنفع معاكِ، اللي هياكل القُرصة مش هيتبقى منها أي حاجة. لكن لو أنتِ عندِك ولادِك كبار شوية، ممكن تعملي حجم القُرصة بيكون كبير، هتاخد معاكِ 50 قُرصة، يعني أنتِ بتتحكمي في الحجم زي ما أنتِ عايزة. اللي عندها أطفال هتعمل زي ما قُلت لكم صغيّر، لإن الصغيّر ده الطفل لمّا ياخدها مش هيتبقى منه أي حاجة. بدأت كده إن أنا أعملها، أنا عملت معايا 50 قُرصة، لإني طبعًا ما عملتهاش صغيّرة خالص، أنا عملتها حجم الكبير، فخدت الكيلو عمل معايا 50 قُرصة بالضبط. هنا بقى كنت خلاص شكّلتها، وعلشان إحنا الجو برد وأنا كنت باشكّلها بالليل، ف فطبعًا كان بعد المغرب، فكانت الدنيا برد، فلازم تغطّي وشّها علشان وشّها هتلاقيه يبدأ يقشّف معاكِ كده من البرد. لأ، أنا لازم أغطّيها واسيبها بقى على مهلها شوية ترتاح كده من التشكيل، وبعد كده هابدأ إن أنا أبطّطها وأحطّها في الصاج بتاعي، والصاج لازم أكون دهناه بالزيت. عملت معايا كمية حلوة جدًا، بس طبعًا بعد ما شكّلتها كده زي ما حضراتكم شايفين، بادهن الصاج دهنة خفيفة أوي، يعني مش لازم يكون ملحوظ أوي، لأ، دهنة خفيفة خالص بالزيت، نقطة بس كده تحطيها في الصينية وتوزّعيها، بس كده خلاص. هابدأ بقى إن أنا إيه، أسيبها تخمر على مهلها خالص. لو أنتِ عايزة تدّي لها شوكتين كده في النُص علشان ما تقبّش معاكِ في النُص، هي مش هتقِب أوي، هي هتنفش كده بعد الخمران، وكمان بعد ما تسوّيها في الفرن. هاوريكم شكلها دلوقتي هتبقى حلوة جدًا، بس ما تسيبيهاش مُعرّضة للهوا، لازم تغطّيها، إن شاء الله هتتغطّيها بكيس تلاجة نضيف زي ما أنا عملت كده، أو بفوطة مطبخ نضيفة، تبدئي إنِّك أنتِ تحطّيها فوقها وتسيبيها تختمر. هنا بقى كده اختمرت معايا، شايفين تحسّوا إن القرصة نفشت كده شوية. عايزة تسيبيها ما تشوّكيهاش هتبقى برضه شكلها حلو، عايزة تدّي لها شوكتين في النُص ماشي. طبعًا أنا هنا طبعًا هي كده خلاص خمرت معايا، هابدأ إن أنا برضه الخطوة اللي بعد كده إن أنا أشغّل الفرن على درجة حرارة عالية 200 أو أزيد من 200 كمان 210، وأبدأ إن أنا أسيب الفرن شغّال سُخن، أسخّن الفرن جامد، يعني لازم تسخّني الفرن كويس جدًا، ما تدخّليهاش على فرن يكون بارد وهي بقى تبدأ إن هي تسخن معاه، لأ الفرن يكون سُخن. هادخّلها من تحت الأول، وبعدين دقيقتين 3 كده، يعني أول ما تحسّي خلاص إن هي العجينة بدأت تمسك نفسها، أبدأ إن أنا أفتح الشواية من فوق علشان أحمّر وشّها، وما تخلّيهاش أول ما وشّها يحمر من فوق ومن تحت احمرت خلاص طلّعيها على طول، لإن القرص دي لو أنتِ غيّبتيها في الفرن هتنشف معاكِ، حتى لو بنفس المقادير، هي عشان تطلع طريّة معاكِ لازم ما تغيّبيهاش في الفرن. عايزة أقول لكم إن هي طريّة وحلوة جدًا، جدًا، وكل ما تسيبيها تخمر كل ما هتدّيكِ نتيجة إيه، أحسن. إن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم، ولو كان عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى في اللايك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.